الله الرحمن الرحيم. انا برحب طبعا بيكم بمحافظه القاهره، واحنا يعني سعيد طبعا ان انا التقي معاكم. انتم عارفين ان احنا يعني بنتعاون طبعا المصلحه العامه للبلد، وانا حسيت ان احنا يعني مده ما عدناش. والاخت كانت قالت لي احنا ما عدناش مده، ما عدناش مع الصحفيين يعني. طبعا انا معتمد على ان انتم تبقوا موجودين معانا في مناسبات كتيره، لكن برضه الامر ما يخلاش ان احنا فعلا المفروض ان احنا نلتقي من وقت الى اخر عشان تبقوا يبقى في فرصه انه برضه نديكم احنا فكره عامه عن اللي احنا بنعمله من ناحيه. في حاجات بتبقى احنا متخيلين ان هي واضحه ومش محتاجه اي استفسار من حضراتكم، لكن بنكتشف طبعا ان في حاجات قد تحتاج توضيح، واحنا يعني بنساعدها طبعا ان احنا نوضحها ونرد الضوء عليها اذا كان ده يعني في افاده ان شاء الله باذن الله. طبعا انتم عارفين ان احنا يعني مصر كلها دلوقتي عندها حاله يعني نجاح شديد جدا بنتائج المؤتمر الاقتصادي اللي تم في شرم الشيخ ايام الجمعه والسبت والحد، وده يعني اظهر للجميع طبعا قيمه وقامه مصر كدوله يعني دوله قديمه عريقه محوريه في المنطقه، وانه يعني كل اللي كانوا بيتكلموا على ان مصر دي ممكن تتكعبل وممكن تقع وممكن تحاصر وغيره، وممكن من العمليات الارهابيه دي تاثر فيها ومسيرتها وتخلي الناس تفقد يعني الامل في المستقبل. كل الناس كل هذه الادعاءات اعتقد ان المؤتمر ده بالنجاح اللي تم فيه وبالمجهود اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه، يعني اعتقد انه احنا دخلنا مرحله جديده الان في يعني اولا في تفاهم كل دول العالم او اعاده تاكيد تفاهم كل دول العالم لما حدث في مصر في 30 يونيو، واعتقد هيفتح المجال بعد كده يعني فتح المجال بالفعل لاستثمارات اكثر ومشروعات اكثر، يعني نقله ان شاء الله تبقى نقله نوعيه كبيره جدا في يعني حياه المجتمع المصري ككل يعني. انا يمكن برضه الناس كلها المصريين كلهم وانا واحد منهم مقدرين جدا دعم الدول العربيه الشقيقه، مش بس في المؤتمر قبل كده الدعم السياسي ثم الدعم الاقتصادي في السنتين اللي فاتوا، ثم اعاده تاكيد هذا الدعم مره اخرى لمصر في مؤتمر القمه. وشفنا يعني قد ايه الدول زي المملكه العربيه الشقيقه ودوله الامارات الشقيقه ودوله الكويت كان لهم دور فعال في بدايه المؤتمر عشان يحطوا زي يعني ايه بدايه قويه للمؤتمر ما اعلنوا عنه من دعم الاقتصاد المصري سواء على شكل ودائع او مشروعات او غيره بقيمه 12 مليار دولار في بدايه اول نص ساعه المؤتمر. انا اعتقد ده ادى دفعه قويه جدا لباقي فعاليات المؤتمر. انا شفت مشروعات كبيره تقدمت واعلن عنها في المؤتمر زي الانظمه الاداريه الجديده، المشروع الضخم اللي هيتم في منطقه شرق القاهره في موقع جديد للانظمه الاداريه الجديده، وان شاء الله زي ما يعني رئيس طلب في المؤتمر انه المرحله الاولى من القاهره من العاصمه الاداريه الجديده
تحديدا في عمليه. انا فاكر حضراتكم فاكرين لما جينا فتحنا جراج التحرير قلنا انه هذا ليس مشروع ان احنا نفتح جراج وانتهى الموضوع. احنا بنتكلم على انه يعني جراج التحرير والجراشات الاخرى مرتبطه، تشغيلها مرتبط باداره وسط القاهره ككل. ولما عرضنا وقلنا ان احنا يعني على مراحل هنمنع بقى الوقوف في شوارع القاهره ونشغل شاطئ باصص توصل الركاب من جراج التحرير ومن جراج مكرم ومن جراج البستان ومن جراج فلكي وغيره. انا يعني انا اعتقد الصوره ما كانتش واضحه بشكل كبير امام الراي العام، لكن يمكن النهارده الصبح يمشي في وسط القاهره. وانا النهارده من 6:30 كده لحد 8 كنت براقب الوضع بشكل عام في القاهره. لو تلاحظوا انه الان في شوارع رئيسيه في القاهره ممنوع فيها الوقوف تماما. شارع قصر النيل بكامله، شارع طلعت حرب بكامله، شارع عبد الخالق ثروت النهارده بكامله، وشارع شريف بكامله. واحنا ان شاء الله وشارع طبعا شارع محمد محمود وشارع صرف المعلم وغيره من الشوارع. احنا عندنا تصور عاوزين نعمل ايه في وسط البلد بشكل عام. ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه هنمنع الوقوف في شارع علي وهنمنع الوقوف في شارع محمد فريد، وهنمنع الوقوف في شارع القصر العيني من عند القصر العيني في الرشاوي حتى ميدان التحرير. واجزاء من شارع رمسيس من ميدان عبد المنعم رياض الى الاسعاف، ونفس الكلام في شارع الجنة. احنا بنعمل ده على مراحل، وكل ما ننجح في مرحله بنعمل المرحله الثانيه. وانا بشير تعاون المواطنين معانا، ولكن احنا هنستمر في النمط اللي احنا بنعمله ده. عاوزين نعيد وسط القاهره الشكل اللي الناس كانت عارفاه في الخمسينات والستينات والسبعينات. وانا اعتقد انه يعني في بوادر كويسه جدا لنجاح اللي احنا بنعمله. انا عاوز اذكر حضراتكم انه من 6 شهور كان هناك صعوبه بالغه ان واحد بعربيه يعدي من وسط البلد. خلاص؟ كان في شوارع فيها حاره واحده تقدر تمشي فيها بصعوبه بالغه عشان تعبر وسط المدينه. اللي حصل انا بعتبره يعني انجاز كبير جدا. ماشي، ليس انجاز المحافظه ولكن انجاز الدوله ككل والحكومه والامن وكل الجهات اللي تعاونوا معانا في هذا الموضوع. ان شاء الله باذن الله هنحافظ على الوضع ده ونطور افضل. يمكن اللي حصل لما عملنا كده كانت الزحمه دي يعني مغطيه على بعض العيوب في الشوارع. دلوقتي احنا بعد ما بدات الشوارع تبقى فاضيه ظهر لنا بعض الحاجات اللي احنا يجب ان احنا نقوم بيها في المرحله القادمه. هو ده اللي بيحصل. احنا دلوقتي عندنا مشروع كبير خاص بتطوير القاهره الخديويه. تطوير القاهره الخديويه بيشمل مباني وبيشمل ارصفه وبيشمل شوارع وبيشمل اضاءه وبيشمل تجهيزات اخرى للمواطنين. وهو ده اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي في بعض المناطق. الاستاذه هتورينا بعض الصور اللي كنت بتعمليها دلوقتي. يعني مثلا هنا ده عمل احنا بنقوم بيه في شارع الالفي وميدان عرابي. دي العمارات القديمه بتاعت القاهره الخديويه. احنا بنعيد تأهيلها تاني.
دي احد العمارات الموجوده في ميدان الرابي. في شغل بيتم في واجهات العمارات، في شغل بيتم في واجهات المحلات. في حاجات بتاعت حمراء وصفراء وبيضاء وحاجه بالطول وحاجه بالعرض، والحاجات دي كلها لو تلاحظوا دلوقتي كل المحلات تلتزم، لسه ما خلصناش، تلتزم بطريقه معينه بحجم معين من الاعلانات وهكذا. احنا عندك صور لشارع الالفي نفسه. لا ده طلعت حرب. ماشي، هو ده مثال تاني اللي احنا بنعمله، ده طلعت حرب برضه. انا نفسي حد شغالين النهارده ماشي. احنا عندنا هنا اجتماع اول امبارح. ده اول امبارح. ها؟ احنا عندنا المرحله بتاعت تمام. ده برضه ده شغل بيتم في شارع العادي دلوقتي. كنتوا معانا اول امبارح، وادي شارع العادي هو ده ايه بس جزء من المنشاه. معرفش انتوا العمارات دي شفتوها شكلها كان عامل ازاي شهرين من دلوقتي. الدنيا اتغيرت وهكذا، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني شارع الالفي وميدان العربي هننتهي منه في اخر مارس. احنا فيها قدامنا 12 يوم 13 يوم نخلصهم. ميدان طلعت حرب نفس الكلام وهكذا. فاحنا بالاضافه طبعا في عمل دلوقتي هنا بيتم في ميدان عابدين، نعيد اخراج ميدان عابدين مره ثانيه. شكله شكل جميل يتناسب مع طبيعه المنطقه. حتى لو لاحظت تطلعوا من هنا تلاقي ان احنا شغالين على وجهات العمارات اللي في ميدان عابدين، حتى اللي بيمتلكها الافراد اللي بتطل على ميدان عابدين دلوقتي. لما تطلعوا من هنا كده تروحوا الناحيه الثانيه تلاقي في شغل بيتم على وجهات العمارات اللي بتطل على ميدان عابدين. ورينا كده يا استاذه يعني طلعت حرب، بس صور حديثه يعني. ايه دي؟ تكلفة المشروع كام يا راجل؟ ها؟ تكلفة المشروع اللي هتعملوه دي حاجات في طلعت الارض اهي. ماشي؟ جميل كده؟ هنا بقى في عماره اللي فيها بنك الخضار، وهو اللي بيصرف على العماره دي. في عماره في نص دي فيها سويرة جنب في صور احسن من دي. فالمهم في شغل طبعا كبير جدا بيتم هناك في مكان طلعت حرب في شارع قصر النيل. هنوصل لحد ميدان الاوبرا ان شاء الله باذن الله. بس احنا بنقول ان ده شغل يعني القاهره فيها 350 منشأ، زائد طبعا شبكه الطرق والارصفه، وده هيكلف معانا التصور ان احنا محتاجين نقفل على 500 مليون جنيه عشان نعيد تطوير وسط القاهره ككل، عشان نعيد وسط القاهره ككل. احنا دلوقتي بنتعاون مع شركات التامين تمتلك بعض العمارات هناك وهي بتصرف عليها. بنتعاون مع اصحاب المحلات عليها. نتعاون ساعات مع المالك الرئيسي او الشارع الرئيسي للمبنى، زي المبنى اللي فيه مركز ابو ظبي ده. هو ابو ظبي هو اللي بيمول عمليه تاهيل المبنى اللي هو موجود فيه، مع ان هو بيحتاج دورين فقط الارض الاول
من شارع قصر النيل، ننتهي من ميدان عابدين، ننتهي من ميدان الألفي، شارع الألفي وميدان عرابي، ننتهي بتطوير كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء، ونواجه الواجهه البحريه والواجهه النيليه من الدول العربيه الى شبر وشارع الرئيس وشارع التحرير وميدان الفلكي زي ما قلت وميدان عابدين. ده الشغل اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي اللي تمويله يا اما واضح وموجود او احنا بنسعى ان احنا نجيب التمويل بتاعه. احنا دلوقتي عارفين ايه اللي مطلوب الاكل. وعندنا بنقعد هنا في القاعه دي كده كل يوم 4 الساعه 8:30 ومعانا ممثلين لشركات التامين والجهاز التنسيق الحضاري والهيئه العامه للتخطيط العمراني وبعض اساتذه الجامعات اللي بيشرفوا معانا على الشغل، وهكذا بنتابع اسبوع باسبوع. وبنتابع احنا الشغل اسبوع باسبوع. احنا بصراحه اذا تواجد تمويل ان شاء الله باذن الله وسط القاهره ده خلال 6 شهور انا نقدر نخليه زي متحف. نقدر نخلي وسط القاهره ده زي وسط باريس. بس احنا محتاجين تمويل. طبعا رئيس الوزراء مهتم جدا وبيدعمنا كتير، لكن احنا محتاجين تمويل. وانا بناشد هنا طبعا كل يعني يمكن الاسبوع الجاي اتفقنا مع جمعيه رجال الاعمال هنعمل اجتماع ممكن جدا يعني يكون فيه مبادره انه يعني يبقى فيه زي نوع من كل واحد منهم يتبنى مبنى او يتبنى الانفاق على ما يوازي مبنى وهكذا. قد ننجح الاسبوع الجاي واللي بعديه، لكن بالفعل احنا محتاجين تمويل. واذا تواجد هذا التمويل في ظرف 6 شهور القاهره دي وسط القاهره يتحول الى متحف، يتحول الى متحف للعماره ومتحف سوري. يعني انا شايف انه وسط القاهره ده عباره عن كنز جوهره محتاجه بس ان حد يجي كده ويشيل التراب من عليها. ادي شارع الالفي اهو، الصور دي احسن اهي، اسمها شارع الالفي. وعشان تعرفوا حجم التم بصوا للعمارات دي، بصوا للعمارات اللي وراها شوفوا شكلها عامل ازاي عشان تعرفوا حجم التغيير اللي حصل في هذه المنطقه. فالمهم انا يعني وادي برضه جزء اخر من شارع الالفي والعماره اللي انا قلت لكم دي عامله زي التحفه هي اللي موجوده في الوش اهي وهكذا. فانا طبعا بناشد يعني ده جزء من التراث المصري. انا بناشد كل رجال الاعمال ومنظمات المجتمع الاهلي في مصر ان هم يتعاملوا معانا موضوع اعاده احياء القاهره الغدويه. العالم مذكور بما يحدث في وسط القاهره. يعني في ناس بيكلموني من بره مصر بتروح لهم صور وازاي احنا القاهره نحاول احنا نعيد اظهارها تاني بمنظر افضل واحسن. وانا شايف انه اللي احنا بنعمله ده هيخلي وسط القاهره ده له قيمه اخرى، له شكل اخر. مش الموضوع ان انا بجيب عماره وبدهنها، اولا دي مش اي عماره، وبعدين الشغل فيها شغل متخصص جدا لان احنا بنعيد احياء الحاجات الصغيره البسيطه التفاصيل اللي موجوده وهكذا. يعني انت عندك الصوره هذه كده الصوره بتاعت المبنى اللي موجود في وسط ميدان بتاع الحرب، مش دي ولا شوف التفاصيل اللي موجوده في العماره دي. هات بقى هذه المبنى بتاع الحرب، في مبنى كده في من فوق شغل بتاع رنين احمر كده من فوق.
في اضاءه تتناسب مع الاشياء دي، الدنيا تبقى غير الدنيا. الدنيا تبقى غير الدنيا. فانا بقول ان احنا مهتمين جدا بالسياسه الخاصه بموضوع اخلاء وسط القاهره من الزحمه والاشغالات والحاجات دي كلها، وضبط ايقاع الشارع، ثم العنايه بقى بالمظهر العام بالشوارع وغيره، لانه في فرصه بقى ان القاهره تبقى باينه وظاهره ملامحها واضحه، مش يعني تغطي عليها من جميع الجهات والتلوث يدمرها ويدمر صحه الناس وهكذا. احنا شغالين في الحاجات دي، والاخ خالد كان عنده صور الامر المهتم بالموضوع ده تحديدا، عنده صور او عنده يصور او عنده يصور فيديو وهكذا. لكن احنا عايزين نعمل حاله في المجتمع. الحاله دي هي اعاده احياء القاهره الخديويه مره ثانيه. في بعض الحاجات ثانيه طبعا مرتبطه كمان موضوع اخلاء الشوارع من الزحمه، هي موضوع تطوير اسطول النقل العام. كنتوا حضرتوا معانا هنا من اسبوعين كده او 10 ايام اضافه 200 اتوبيس جداد نقل النقل العام. احنا دلوقتي خلال ال6 شهور الماضيه احنا اضفنا 550 اتوبيس جداد. ده يعادل 50% من حجم الاسطول اللي كان موجود. يعني احنا اضفنا 50% من حجم الاسطول اللي موجود. ان شاء الله باذن الله يعني خلال كمان 4 شهور تقريبا احنا هنضيف 800 اتوبيس اضافيه. انا ما بتكلمش على حاجات سوف تفعل حكومتي، بتكلم على حاجات موجود متوقعه لها تواريخ في التوقيت. فان شاء الله باذن الله خلال اعتقد 6 شهور من الان، بس اعتبارا من الشهر الجاي واللي بعديه واللي بعديه وكذا، هنضيف للاسطول 800 اتوبيس اخرى. ال 800 دول يعني لما نضيفهم على 550 هيبقوا 1350. دي مجموع العقود الموقعه التي تنفذ الان. دي منها 600 اتوبيس من منح دوله الامارات، و الباقي اللي هو يبقى 750 اتوبيس دول من موازنه الحكومه المصريه. عقد خلص الاول مرسيدس ب 200، عقد بعديه ب 150، والان احنا بننفذ العقود المموله من دوله الامارات. معظم الاتوبيسات بتاعتنا اللي شايفينها باللون الازرق، الاتوبيسات دي منحه الامارات فيها 600 اتوبيس، 300 يصنعوا في مصر و300 يصنعوا في الامارات. ال 300 اللي يصنعوا في الامارات لهم اللي هو اللون الاصفر في الاحمر ده، وال 300 اللي بيصنعوا في مصر لهم اللي هو اللون الازرق. لكن الاثنين جايين من منحه دوله الامارات، واحنا كاتبين عليهم المعلومات. دلوقتي احنا كمان في مش في مفاوضات، احنا انهينا المفاوضات لقرض مع البنك الدولي. القرض ده هيوافق عليه رسميا في مجلس اداره البنك في ابريل القادم ان شاء الله، الشهر الجاي بعد 3 اسابيع. وده بقول لكم بقى واحد انا اول مره اجي النهارده العالم اليوم، فعايزه اسال سؤال. اسمي هبه شعبان من العالم اليوم، اول اجتماع مع حضرتك. حضرتك بتقول تطوير القاهره الخديويه يحتاج 500 مليون جنيه. اعتقد ان ده مبلغ صغير قوي. يعني هل المؤتمر الاقتصادي ما تمش فيه مناقشه اي مشروعات خاصه بالتطوير القاهره؟ لا بص، المؤتمر كان يختص بقضايا القاهره وغير يعني. المؤتمر ده كان فيه قضايا خاصه بموضوع المشروع بتاعنا اللي هو خاص بنقل الركاب، نقل الركاب، اتوبيس النقل يعني، وبعض المشروعات الاخرى المرتبطه ب زي المشروع بتاع
ده اللي هو عند الفرج وغيره. كان في قضايا بقى مرتبطه بالدوله ككل، بنتكلم على قضايا مرتبطه بشبكه الطرق، قضايا مرتبطه بموضوع المناطق اللوجستيه للحقوق والمواد الغذائيه، موضوع شبكات الكهرباء ومحطات الكهرباء. كان في قضايا ما هياش سبيسيفيك للمحافظه لكن قضايا مرتبطه. القرض اللي هو يقدمه البنك الدولي خصوصا النقل، حضرتك ما حددتش القرض ده قد ايه؟ رقم القرض ده لسه هيتوافق عليه في الاجتماع بتاع البنك الدولي، وده يعني يتكون جزئين، جزء يخص محافظه القاهره وده كان 250 دولار. 250 دولار مليون دولار. وتكلفه الكاميرات اخر حاجه. كانت تكلفه الكاميرات اللي على لا، المشروع كله اللي هو فيه كاميرات وفيه اشارات، اصل هو فيه كاميرات وفيه اشارات وفيه كاميرات، يعني فيه كاميرات مراقبه وفيه كاميرات مرور. المشروع كله 263 مليون جنيه. شكرا. ايوه اتفضلي يا استاذ. طبعا مبذول كتير في مشروعات الصرف، في جهد مبذول كتير في محافظات مشروعات الصرف الصحي زي اللي موجود في اللقاء السابق مع حضرتك. كنت حضرتك اخترقت المصرف ترعه الطوارئ. ترعه الطوارئ، هل ده في جدول زمني للبدء فيه زي بقيه المشروعات؟ لا بص يا استاذ، ترعه الطوارئ دي المشروع الصرف الصحي بتاعها معمول خلصان، هو خلصان. احنا مشكلتنا ان احنا لو لغينا ترعه الطوارئ دي من غير ما نبقى مسيطرين عليها راح العمراء هيخش عليها والمافيا هتخش تحتل الفتره الاولى. فاحنا رابطين ما بين تصورنا لكيف يتم استخدام هذا الكوريدور قبل ما نلغي ثلاث نقط. ماشي؟ اوكي. ايوه يا استاذ. حضرتك بتشجع الشباب اللي عملوا مشاريع عشان الحكومه ما عندهاش قدره على التقاوم. ليه حضرتك المحافظه ما تقننش اوضاع السوزوكي الصغيره ده قانون، انا ما قانونش، ده في قانون مرور. ما فيش حد يجتهد مع القانون. يعني دي ما فيش حد يجتهد مع القانون. القانون بيقول حاجتين. اول حاجه العربيات اللي هي بتستخدم قبل اكثر من راكب لازم يكون عدد ركابها 14 راكب. القانون بيقول انه عدد العربيات التوتال في اي محافظه يصدر بها قرار من المحافظه. من 2008 وحتى هذا الان هذا العدد ما زادش في كل الجمهوريه، نتيجه طبعا انتم شايفين ان العدد اكثر بكتير. انا عاوز اقول انه لا اجتهاد مع نص، في كده حتى زي اي اتفاق مع يخالف النظام العام يقع باطلا، نفس الكلام كده. طالما القانون فيه نص ما نقدرش نجتهد الى ان يتغير القانون، ما نقدرش نعمل قانون لوحدينا. زي مثلا القانون بيقول لو واحد قتل واحد يتحاكم والمحكمه هي تطلع عليه حكم، ما ينفعش انا واحد قتل واحد اقرر انا اللي اقتله، بقول ما كان هيعملوه برضه لو راح المحكمه. هي نفس الكلام. فهنا النصوص واضحه بتاعت القانون واحنا بننفذ القانون يعني. فاهم؟ ماشي يا جماعه. انا معايا